النهاردة هنتكلم عن نوع مخدرات بدأ ينتشر في الوطن العربي، المخدرات الرقمية، وللأسف بدأ يحصل منه حالات وفاة. أهلا بيكم في الزتونة ويلا بينا. المخدرات الرقمية ليها كذا اسم، من أول ديجيتال دراجز لحد اي دوزر، والمشكلة إن كل اللي بتحتاجه عشان المخدرات دي هو سماعة. المخدرات ديت بتكون مخدرات صوتية، بتكون عبارة عن تراك معين بترددات صوتية معينة. المتعاطي بيلبس السماعات وبيبدأ الموضوع معاه بحالة من الاسترخاء، تتبعها حالة من النشوة، وفي مرحلة أخيرة يبدأ الإدمان. قبل ما ندخل في أي تفاصيل أحب أوضح إن إحنا ضد الإدمان بكل أشكاله، سواء كانت الأشكال التقليدية أو الأشكال الرقمية، لأن في الأول وفي الآخر الإدمان مرض، وكل تمنياتنا بالشفاء لأي حد بيعاني. المخدرات الرقمية حالها حال كتير من المخدرات التقليدية، بدأت كنوع من العلاج لناس كتير عندها أمراض مختلفة زي التوتر والقلق وحتى بعض درجات الاكتئاب. لكن بدأ يلاحظ إن الناس اللي بتستخدم المخدرات الرقمية ديت في علاج بعض حالات النفسية إنهم بيتعرضوا لحالات انسحاب صعبة جدا، وإن أغلبهم بيحصل له انتكاسة وبيحاول يدور على المخدرات الرقمية ديت بأي طريقة عشان يرجع يسمعها تاني. لكن ولأن المخدرات الرقمية ديت كانت بتكون تحت إشراف طبي، كان الأطباء بيعرفوا يتعاملوا مع الحالات ديت وبيعالجوا المتعاطين دول من الإدمان واحدة واحدة. وبعد الفترة ديت تم وقف استخدام المخدرات الرقمية في علاج الأمراض النفسية، وبقى ليها الاسم الدارج دلوقتي الاي دوزر. لكن هتسألوني دلوقتي ازاي صوت أو مجرد موسيقى أو حتى طنين يقدر يدخل البني آدم الطبيعي في حالة استرخاء وبعد كده إدمان؟ ببساطة المتعاطي لما بيلبس السماعتين على ودانه، كل سماعة بتديله إشارات بموجات ليها تركيز معين، وفي الودن التانية بتديله بتركيز مختلف، فده بيعمل زي حالة لخبطة للمخ. هو مش قادر يحدد ليه كل ودن بيدخل لها صوت بدرجة مختلفة بذبذبات مختلفة، فالمخ كنوع من أنواع التعامل مع الموجات دي بيبدأ يفرز هرمونات معينة. الهرمونات ديت بتساعد على الاسترخاء، وده اللي بيعمل حالة النشوة. وكل ما كان درجة الاختلاف في الذبذبات كتير، ده يساوي اختلاف في الجرعة. ومن هنا بدأت المشكلة. لما الناس فهمت الموضوع بيتعمل ازاي، بدأوا يعملوا تراكات من دي كتير ويبدأوا ينشروها وسط الشباب، وللأسف كان أكبر انتشار بين الشباب في الخليج. وعشان ان انت تنشر النوع ده من المخدرات سهل جدا، انت فعليا ما بتتعاملش مع تاجر مخدرات، ممكن اي حد يبعت لك التراك ده. فالموضوع أدى إن فيه ناس كتير أدمنت ومحدش من اللي حواليهم عنده أي فكرة. وبعد كده بدأت المشكلة الأكبر. الناس اللي كانت متعودة تعمل التراكات ديت وتنشرها بدأت تحس إن الموضوع ممكن يطلع فيه فلوس كتير جدا، فقررت وقف بيع التراكات دي بالطريقة التقليدية، وقرروا إن البيع كله يكون على الدارك ويب. وكلنا عارفين إن التعامل على الدارك ويب ليه مشاكله كتير، من أول تسريب البيانات لحتى الاغتيالات. فكون إن المتعاطي يدخل في الأوساط الصعبة دي يبين لك قد ايه درجة الإدمان كانت مسيطرة عليه. وأخيرا أحب أقول إن لو تعرف أي حد كان بيعاني من الإدمان بأي شكل من أشكاله وبدأ رحلة التعافي، حاول تساعده بأي طريقة، ما تكونش حمل عليه في وقت هو مضغوط فيه. تمنياتي بالشفاء للجميع. ما تنسوش تسيبوا وراكم تعليقاتكم وتعملوا لايك وسبسكرايب. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.